اسمح لي اقول لك نفسيه حضرتك وحضرتك بعافيه حبتين. خلوني احكي لكم ان في 2009 اتعمل مسح وطني على جمهوريه مصر العربيه وعلى نسب حدوث القلق والامراض الاخرى. ليه انا ماسكه القلق؟ لانه كان في 2009 وكانت طالعه الارقام 75%. ده في 2009 يا جماعه، ده لا كنا دخلنا في الكورونا ولا في الحروب الاقتصاديه ولا في الانفليشن ولا حاجه خالص من اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ولا كانت السوشيال ميديا وتاثيرها بقى قوي وواضح على نفسيه الناس. فمما لا شك فيه لو جينا بصينا على 4.7574 في البوبوليشن بتاعنا في تعداد السكان، دي نسبة كبيرة. والقلق من الأمراض اللي بتتعب جدا صاحبها، لأنه طول الوقت بيبقى قاعد عمال يفكر في حاجة خايف منها في المستقبل، لكن هو مش عارف هي إيه. هو بس على طول عنده أعراض جسمانية على أعراض نفسية. جسمانية نوم مش مريح، طيب الهضم متعب، حتى عندكم حاجه اسمها القولون العصبي، ما هو اسمه عصبي يا جماعه، ده جاي من ان انا اعصابي تعبانه، ضربات قلب، ساعات يحصل معاها نهجان، ساعات يحصل مع القلق ان انا احس ان انا طول الوقت فتيجد وهلكانه واقل مجهود كاني طلعت جبال ونزلت وديان. طاقتنا بنحس انها مشفوطه، نصحى الصبحيه مش عايزين اليوم يبتدي، متزهقانين خايفين وقلقانين. والجزء النفسي اللي فيه الخوف والقلق والتوجس من ان حاجه قدام هتحصل هتبقى مزعجه او مش عارفه ايه هي، فببقى خايفه منها. ان الواحد يفضل عايش في اللقطه دي، في الاحساس ده كمايند سيت ماشي بيه طول الوقت، ده مرهق لاجهزتنا في جسمنا، مرهق لقلبنا، مرهق للاوعيه الدمويه، مرهق للقولون بتاعنا، عشان كده في قولون عصبي، مرهق لعضلاتنا، عشان كده ساعات تحس ان في رعشه في العضلات، بالذات لما يبقى في موقف ابنها اتاخر من المدرسه شويه، مديره ما ندى عليه تعالى لي وهو مش عارف ليه، فيبقى دايما عندي توجس ان في حاجه وحشه هتحصل. والناس دي بتبقى تفكيرها دايما بيميل الى التفكير الكارثي، يعني اي حاجه بتحصل حلوه في حياتهم ما بيركزوش فيها قد ما بيركزوا في الحاجات السلبيه، وعشان كده الحاجات السلبيه بتوترهم زياده وبتقلقهم زياده.